شكون فيكم اللي ما تحبش تصفي الغرس كيما حالتي؟ انا الصراحه نغسل لك مواعن عرس وما نصفيلكش كيلو غرس. انا اليوم جيتكم بتدبيره. الصراحه انا كنت نخدم وتفكرتكم خواتاتي، قلت نعت لهم طريقه قادر تساعد اي وحده ما عندهاش حتى هي ريحه تاع الغرس ولا ما تحبش تصفي الغرس كيما حالتي، تروح تغسل المواعن في العرس خير. هنا راح نجيب الغرس تاعي. انا بعد يعني الصراحه الغرس تاعي كان محطوط بحذا الفرن وعنده يامات وهو يخزر فيا حتى دفع طول كليا، نولي الغرس تاعها كيما نقولوا يابس ولا ما عندهاش الفرن. تقدر تشعل الفور تاعها يسخن جيدا وتطفيه وتلوح هذاك الغرس في بلاطو وتخليه شويه ترجع عنده تلقاه دفا ورطب، خير ما تفوريه ويدخلك فيه لاميديتي تاع الماء ويحماض لك هذاك الغرس. كاين بزاف اللي يفوروا الغرس بصح الصراحه يحماض حتى واذا درت به مقرود ولا زيراوي يفزدهولك. هنا راح نجيب انا الغرس هذاك تاعي ونجيب هذا السيار تاع الزيراوي او يتباع عند الكنكيري ويتباع عند اللي يبيعوا الحوايج هذو تاع الكوزينه يعني الماعن. هنا راح نجيب هذاك الغرس كما قلت لكم عندي كونتيتي تاع زيت راني دفيتها ونخدم بها بالطريقه هذه. شوفوا راح نجيب كونتيتي تاع غرس، راح نبلي يدي في هذيك الزيت ونبدا نحك بيدي بالطريقه هذه. شوفوا هو راه رطب يعني بسهوله يخرج لك، مش كما كيكون يابس يعني كيكون رطب ويخرج لك بالساهل، مع تعاوني روحك شويه بالزيت. شوفوا بالطريقه هذه نحيت العلف كليا، طريقه سهله يعني. يكون عندك كونتيتي تاع غرس تخدميه في نص ساعه تكوني كملتي. كيما انا هذه الكونتيتي كامل والله ما لحقش عليا نص ساعه كنت كملته خلاص، مع الغرس تاعي كان رطب وفيها رحيت وفيها صفيت في نفس الوقت يعني كتدبيره، وليست هذه يعني كيما نقولوا كوصفه. يعني اللي عجبتها الحكايه تخدم بها واللي ما عجبتهاش كانه ما شافتني ما شفتها عادي، ما كان حتى مشكل. انا هنا الصراحه الطريقه هذه عجبتني، خير ما نرحي بالرحا يبغي طاقه ويبغي قوه. والصراحه انا عندي سوابق عدليه كما نقولوا معاه، قصنا من قبل قاس لي ما نحبوش الصراحه تاع الرحا تاع الغرس. المهم هنا راح نكمل بعد ما صفيت هذاك الغرس تاعي كامل ورحيته في الغربه. راح نجيب واذا لقيتي كشاشيه هي تطيح صغيره تلقايها تنحيها عادي ما كاين حتى مشكل. راح نلمو بالطريقه هذه بالزيت ونقسمو على حساب الكونتيتي اللي حبيتها يعني. هنا راح نلمو بالطريقه هذه. شوفي بلو باك بالموس بالمغرفه اي حاجه عندك باللي شويه يدك فقط بالزيت ولميه بالطريقه هذه. شوفوا شحال طري. راح نقسمو بالطريقه هذه ونقسمو على اكياس يعني كل كيس نحط فيه كونتيتي ونحطه في الفريجيدار وين نحب نلقاه واجد نجبدو عن بالي به باللي مليح، مش كيما اللي يتباع في الباكي برا مرات يكون حامض ولا حاجه. ان شاء الله تكون عجبتكم هذه التدبيره وتشاركوا في القناه وتدعموني باللايك وتبارطاجوه مع اصدقائكم اذا عجبتكم.